أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة الجمعة 27 أكتوبر 2023، وإليكم الأخبار. كهربا يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز بالدوري الإفريقي. اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي من قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة صن داونز الأحد القادم بجنوب إفريقيا، باعتباره الأجهز فنيا للمباراة، كما أنه يشارك دائما في المباريات ويظهر بشكل أفضل من الثنائي موديست وصلاح محسن. وإن كانت التدريبات التي سيخوضها الأهلي في جنوب إفريقيا اليوم وغدا ستحدد الموقف النهائي لمهاجم الأهلي في موقع 29 أكتوبر الجاري، فربما تتغير وجهة نظر المدير الفني وجهازه المعاون قبل اللقاء المرتقب بساعات. تلقى مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي تقريرا من محللي الأداء في الفريق عن فريق صن داونز تضمن ملخص لأهم مبارياته الأخيرة في البطولات المحلية والقارية والتي شارك فيها، وأبرزها مبارياته أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، واللتان انتهيا بفوز صن داونز في أنجولا بثنائية نظيفة بلقاء الذهاب، ثم التعادل سلبيا في لقاء العودة بجنوب إفريقيا. ويرغب كولر في الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنافس الجنوب إفريقي الذي سبق وفاز على كولر ب5 أهداف لهدفين في دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها الأهلي في نهاية المطاف. ويتطلع كولر لمواصلة السير بقوة في بطولة الدوري الإفريقي من أجل التتويج بها باعتبارها النسخة الأولى من البطولة، ويشارك فيها 8 أندية إفريقية. الأهلي يبحث مع كولر خطة تدعيم الهجوم عقب بطولة الدوري الإفريقي. يناقش مسؤول النادي الأهلي مع السويسري مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي مسألة تدعيم الفريق بمهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم، بعد المستوى المتواضع اللي ظهر عليه الفرنسي أنتوني موديست المنضم حديثا للنادي الأهلي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي بروسيا دورتموند الألماني. وكذلك من دواعي الأهلي البحث عن مهاجم جديد تذبذب مستوى محمود عبد المنعم كهربا وإهداره للعديد من الفرص، بجانب عدم ظهور صلاح محسن بمستوى جيد خلال الفترة التي شارك فيها مع الفريق مؤخرا. وترغب إدارة الأهلي في حسم ملف المهاجم مع كولر عقب انتهاء منافسات الفريق من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي سيلعب فيها الفريق مع صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي البطولة. الأهلي يخوض اليوم أول ميران بجنوب إفريقيا استعدادا لمباراة صن داونز. يخوض فريق النادي الأهلي اليوم أول ميران له بجنوب إفريقيا استعدادا لمباراة صن داونز المقرر لها 3 الأحد القادم بتوقيت القاهرة على ملعب صن داونز بجنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم. ووصلت البعثة عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى جنوب إفريقيا. ويحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كولر على تجهيز لاعبيه جيدا على الصعيدين الفني والنفسي خلال التدريبات التي يخوضها الفريق بجنوب إفريقيا استعدادا للمباراة المرتقبة، والتي يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 8 مساء عصر الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي. كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل الميران الأول في جنوب إفريقيا. يعقد مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الميران الأول في جنوب إفريقيا، ويتحدث المدير الفني مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز والمقرر لها بعد غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة. كولر يجتمع بجهاز الأهلي للتحضير لمباراة صن داونز بدوري السوبر الإفريقي. عقد مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي اجتماعا مطولا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا. وواصل المدير الفني جلساته مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة صن داونز المقرر لها يوم الأحد القادم في إياب الدور نصف النهائي لدوري الإفريقي لكرة القدم. برنامج غذائي خاص للأهلي للتغلب على نقص الأكسجين في بريتوريا. قال الدكتور إيهاب علي أخصائي التغذية بالنادي الأهلي أنه حرص على وضع برنامج غذائي خاص للاعبين يتناسب مع طبيعة جنوب إفريقيا وضغط المباريات، وذلك قبل مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها يوم الأحد القادم في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي. وقال أخصائي التغذية بالنادي أن البرنامج الغذائي يحقق عدة أهداف أهمها التغلب على نقص الأكسجين والارتفاع عن سطح البحر في مدينة بريتوريا، وذلك من خلال منح اللاعبين وجبات غنية بالنترات والحديد تساعد على زيادة الأكسجين في الجسم. وواصل حديثه قائلا: كما يتم إعطاء اللاعبين وجبات مضادة للأكسدة ووجبات تساعد في التغلب على درجات الحرارة من خلال تعويضهم بالمعادن والأملاح والفيتامينات، والتي يتم فقدها بالإضافة إلى تقليل نسبة الشد العضلي. وأوضح إيهاب علي على أن اللاعبين يحصلون على جرعة يومية من الفيتامينات والمعادن والأملاح التعويضية، والتي تساعد اللاعبين في التغلب على أي شد عضلي وزيادة المعادن وتقليل الإصابات بشكل عام.